بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالي يا ست الكل اقولك ازاي من 4 فرخات تطلعي 16 وجبة يكفوا 3 افراد، وبالحب كده ممكن يكفوا 4 افراد. طبعا الكميات دي على حسب ميزانيتك وعلى حسب اعداد اسرتك. انا هقولك الافكار وانت اختاري منها اللي يعجبك. اول حاجة هنحضر مع بعض اسهل تتبيلة للفراخ المشوية. افرمي البصل والطماطم والفلفل في الكبة او في الخلاط، مفيش مشكلة، مع فصين من التوم. انا هنا مكترة الكمية شوية، انا هتبل فرختين، ودول الفرختين الوسط يا بنات لو متابعيني من اول الدورة، اللي هما كانوا الفراخ الفرز. 1 كيلو 600 او 1 كيلو 700 1 كيلو 500. نعميها كويس جدا زي ما قلتلك، تقدري تستعملي الخلاط عادي مفيش اي مشكلة، وممكن تمشي الخلطة كده بمعلقة من الخل. لكن لو هتتبلي وتحطي في الفريزر فما تضيفيش خل، الخل بيخلي الفراخ يعني تحسي انها اتهرت كده من التتبيله. البهارات بتاعتنا اول حاجه نزلت بقى رشه شطه كده، وده اختياري يا بنات. الجنزبيل بيكون اساسي معاكي مع اي تتبيله فراخ. بابريكا، كمون، كزبره، فلفل اسود، بهارات فراخ، كركم وكاري. ولو عندك اي نوع بهارات للمشاوي ضيفي رشه صغيره كده يا بنات، حتى بيكون فيها كل البهارات بقى بتاع الفراخ. انا ضفت كمان رشه كده من الثوم البودر والبصل البودر عشان الريحه. ضفت رشه من الكركم، وطبعا ظبطنا الملح بتاعنا، ومعلقه كبيره من الزيت، وعصير ليمونه. هنا بقى لو حابه تضيفي معلقتين زبادي، معلقتين لبن رايب. الحاجات دي كلها بتطر الفراخ معاكي، ولكن احنا الفراخ بتاعتنا اساسا عمرها صغير وطري، فاللحمه بتاعتها مش هتكون ناشفه. كل ما الفراخ كانت كبيره في السن لازم تضيفي بقى الحاجات اللي تطر اللحمه زي الزبادي واي نوع من انواع الالبان عامه. ممكن تضيفي معلقه صلصه، معلقه كاتشب عشان اللون. كل دي اضافات ما بتغيرش في الطعم يا بنات. التتبيله بسيطه وسهله وجميله، وبيكون طعمها تحفه يا بنات. اهم حاجه فراخك تكون مغسوله كويس جدا. اعملي فيها فتحات كده من الصدر ومن الورك. بحب التقطيعة دي في الفراخ المشوية، بتنجز معاكي كده في الوقت بتاع السوا. وكمان بتشويها على شبكة تمام، هتشويها في صينية تمام. ان شاء الله هحضرها معاكم. قبل ما تطلع من الفرن كده يا بنات بربع ساعة بقطع لها شوية بصل وشوية خضرة وفلفل الوان، وبدخلهم معاها الفرن. بتكون في منتهى الجمال، احلى من المشوية مليون مرة. اعملي بقى الفتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودخلي التتبيلة في الفراخ كلها. املي بقى الفتحات، تبليها من الجهتين. هتحطيها بقى في علب تلاجة، في اكياس تلاجة، في اطباق الفل. مفيش اي مشكلة، كله شغال معاكي وهيبقى زي الفل. هتبل الفرختين بنفس الطريقة. ويتبقى معايا 3 معالق كبار كده من التتبيلة، هنستعملهم للفراخ البانيه. والفراخ دي يا بنات زي ما قلت لكم 1 كيلو 700، وواحدة كانت كيلو 500 جرام، يعني داخلة على كيلو 600. تمام يا امارات. نيجي بقى لتاني حاجة معانا. الفرختين دول كانوا داخلين على ال3 كيلو يا بنات الا جرامات. فاخدت الصدور بتاعتهم طبعا مغسولة كويس جدا. وتعالوا نخلي الفراخ او الصدور بطريقة المبتدئين، يعني اسهل طريقة لخلي الفراخ. امسكي العضمايه كده يا بنات، وامشي بسن السكينة عليها او بالطرف بتاع السكين على العضمية بالظبط، بحيث ان ما يبقاش في اي تهدير معاكي، والعضمية تطلع معاكي كده بكل سهولة. بمشي على جنب العضمية بالظبط، مفيش، ما بدوسش على اللحمة يا بنات. وبقطع كده بالسكينة، وباجي هنا من فوق بفصلها، وبتشديها كده بتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهولة، بدون بقى اي لحمة ولا هتضرنا ولا اي حاجة. وكل الحاجات اللي لازقة في العضمية دي هنشيلها. احنا ماشيين على مبدأ لم النعمة تلمك، حافظ على النعمة تدوم. هتطلعي الموزة كده بكل سهولة. الموزة بتاع الفراخ هنعمل منها احلى ستريبس. وطبعا انا هقسم الصدور بتاع ال3 فرخات على اكتر من 16 وجبة يا بنات. وزي ما قلت لكم الكمية دي حاجة ترجعلي. هعمل شيش طاووق، هعمل بانيه، هعمل شاورما، هنعمل كفتة بنوعين، هنعمل كمان فراخ ناجتس. فزي ما قلت لكم انا هقول لك الافكار، وانت اختاري منها اللي يعجبك، وكمان اللي حسب الميزانية بتاعتك. وهنا قطعت مكعبات بحجم مناسب تكون للشيش طاووق. طبعا ممكن تعمليها من الاوراق. الشيش طاووق من الاوراق كمان بيكون جميل جدا. بس الفراخ زي ما اتفقنا مش ناشفه يا بنات، فعادي لما استعمل الصدر للشيش طاووق انا هستعمل الاوراق في الكفته.
طلعت كام قطعة ستريبس يعني انا بحاول اطلع هردة كده يا بنات، بحيث ان انا اعملها عصاج لاي حاجة او حشوات بيتزا، بتنفع جدا. والموزة بقطعها لجزئين، الفراخ كبيرة فعادي تقطعي الموزة لوحدتين، لو صغيرة ما ينفعش. اهم حاجة القطعة تكون محملة كده مش رفيعة، عشان قطعة الاستريبس تطلع مظبوطة معاكي. وده تاني صدرها. يعني انا كنت بحاول والله يا بنات ان انا اظهر لكم التقطيعة، بس وانا بسجل اتفاجئت ان انا ايدي هي اللي ظاهرة مش التقطيعة. فانتي اتغاضي بقى عن المنظر ده، ان انا اساسا مش مبينة السكينة وهي ماشية على الفراخ، وكأنك شايفاها بالظبط. هنا طرف السكينة يا بنات او السن بتاع السكينة بمشيها على العظمية بالظبط، وبحاول كده انزل الفراخ بالراحة. بس اهم حاجة تكوني ماشية على العظمية، وبتلاقيها بتتخلى معاكي بكل سهولة، وبتطلع بدون اي حاجة يا بنات. وكل كمان الحاجات البسيطة اللي فيها دي هنطلعها ونحطها مع الهردة اللي هنعملها على الصاج. الصدر ده عملت منه بانيه برضو، المقطع راح، قطعت منه شرايح بالطول كده. لو واحدة بانيه طلعت رفيعة معاكي، طلعت مش مظبوطة، قطعتها كده تقطيعة الشاورما. فراخ يعني رفيعة وطويلة كده يا بنات، اللي هي تقطيعة الشاورما المتعارفة. برضو هعمل لها تتبيلة وهشيلها متقطعة ومتبلة جاهزة. كل الحاجات اللي انا بعملها دي هرجع اشطفها شطفة سريعة تانية يا بنات، واصفيها من المية كويس جدا قبل ما اتبلها. قطعة البانيه ما شاء الله كده يعني ماسكة نفسها. طبعا انا كنت مصورة كل ده، بس للأسف التليفون طلع ما بيصورش. كده خلاص اول فرختين لسه معانا الوراك بتاعتهم. ودي الفرخة التالتة بتاعتنا يا بنات. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الفرخة حجمها كبير، برضو كانت داخلة على ال3 كيلو. فانا هخلي الاوراق، بحيث ان انا اوريكي بس طريقة خلي الاوراق للحمام الكداب. لكن الفرخة دي مع ورك من اوراق الفرختين كلهم هيتعملوا وصفات للكفتة. انا هعمل 3 وصفات للكفتة النهاردة يا بنات. انا هنا بوريك ان انا بحب اقطع الجناح بقطعة كده من اللحمة، بحيث ان الجناح لما اعمله كنتاكي اعمله في صينية يكون مناب زيه، يعني زي الدبوسة. فلو انت هتعملي افكار وتتبيلات من الفراخ، يفضل ان هي تكون فراخ كبيرة، بحيث ان ترمي معاكي عدد كبير. شايفين ما شاء الله انا بطلع الجناح بقطعة كبيرة من الصدر، وفي نفس الوقت برضو بكون ماشية على المفصل بتاع الجناح، بحيث ان الجناح يطلع مظبوط والصدر ما يتبهدلش معانا. انا هنا حاولت ابين لكم يا بنات التقطيعه. يعني كنت اكتشفت ان انا فعلا مش ظاهره التقطيعه خالص. حاولت على قد ما اقدر كده. طبعا التصوير ومكان التصوير بيبقى حاكم الواحد في الوقفه، يعني ما بتكونيش واخده راحتك. فانا تعبت جدا في الفيديو ده. بالله عليكم كملوا الفيديو معايا للاخر، وارفعوا الفيديو بلايك، ما تستخسروش اللايك في اختكم سوزان. ان شاء الله هننزل مع بعض افكار جميله جدا للتوفير، وانت اختاري منها الافكار اللي على حسب ميزانيتك واللي تعجبك. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، خليت الصدر بكل سهوله على فكره، ما فيهوش يعني ما فيهوش تعب ولا هو حاجه صعبه. بس انت تجرئي كده وابداي، هتلاقي نفسك بتخلي فرخه كامله، مش صدر بس عشان يتعمل بانيه. وطبعا اوفر مليون مره من لما تشتري فراخ بانيه جاهزه. الصدر ده بقى هسيبه كده يا بنات، ولا مش هقطعه بانيه ولا اي حاجه. انا هسيبه لعمايل الكفته. ممكن اخد منه بس كام قطعه كده او قطعتين 3 بانيه، وهاخد الموزه اللي فيه عشان اعملها ستريبس. يعني بس ازود الوجبه بتاعت الستريبس. وهنخلي الاوراق مع بعض، بحيث لو انت حابه تعملي حمام كداب. برضو يا بنات بتمسكي العضميه كده وتمشي بطرف السكين على العضميه بالظبط، وتنزلي كأنك يعني اقطعي بالراحة، بحيث ان تطلع العضمية معاكي بالشكل ده بدون اي قطعة لحم. العضمية دي سهلة جدا لما تيجي تشتري. التعب بس كله في المفصل بتاع الدبوسة، بيكون في عروق كتير كده. فانت بس اخلع عن العضمية اللي انا ماسكاها دي، وانزلي بالسكينة ما تقطعيش. انزلي كده وانت جنب العضمية، واي عروق تقابلك كده قطعيها بسن السكينة بقى، او اضغطي عليها ضغطة بسيطة، وابدأي نزلي لتحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اي عروق زي ما قلت لكم هتقابلك هتشيليها كده بطرف السكينة او تقطعيها، وضغطت ضغطة بسيطة كده على القرقشة بحيث تتكسر، اللي هي دي بتبقى راس الحمامة يا بنات. فما ما ينفعش كمان ان هي تتقطع من هنا، عشان لو هتحشي رز اي حشوة ما تخرجش معاكي. وهتلاقيها بتخرج معاكي بكل سهولة بدون ولا قطعة لحمة حرفيا. معاكي حمام كداب مش متقطع، الجلد بتاعه مظبوط جدا، وتقدري تخلي اي عدد في يعني بسرعة الصاروخ.
هنخلي ورك كمان مع بعض على السريع كده يا بنات. امسكي العضمية اللي بتقولوا، على فكرة انا بحب اخلي الاوراق وهي ماسكة بعضها، بحيث احوش العضمية اللي في النص دي من الوركين مرة واحدة. ولكن طبعا انا كنت مقطعة الفراخ معاكم في الفيديو اللي قبل ده وغسلينها كويس جدا. وطبعا بعد كل التقطيع ده لازم الفراخ تتغسل تاني يا بنات، والمكان اللي انت شغالة فيه يتغسل ويتمسح بالخل. زي ما شايفين كده، اي عروق تقابلك قطعيها. اللي بيغلب بس شوية اللي هي المفصل بتاع الدبوس، عشان بيكون فيه عروق كتير جدا. لكن مجرد ما تضغطي كده على اللحمة وتنزلي لتحت، هتلاقي العظمية بتطلع معاكي بكل سهولة. طبعا كل الهردة اللي طلعت معانا في العظم مش هنسيب منها اي حاجة. كل حاجة غالية وربنا يرحمنا من غلاء الاسعار، فما تسيبيش وراكي اي حاجة. قلتلكوا كل الهردة دي هنعملها عصاق، حشوات بيتزا، للمكرونة، بتبقى وجبة معانا. غسلت اول حاجة كده البانيه، وهجيب بقى الطماطم والبصل اللي احنا متبلينهم والفلفل والثوم، وهنتبل البانيه. حابة بقى يا ست الكل تضيفي لبن، حابة تضيفي بيض، كل الحاجات دي اضافات بتزود القيمة الغذائية، لكن ما بتفرقش في الطعم ولا في الكفر خالص. انت ممكن تخرجيها من التتبيلة دي على الفيجيتار على طول. طبعا انا كنت بتبل كده الاول، وبعد كده ناوية اعمل يعني اكمل التتبيلة وافرزه بالفيجيتار او بالبقسماط. ولكن الصراحة يعني الوقت سرقني خالص، وحسيت ان الفيديو هيطول جدا، ففرزت على كده يا بنات، بحيث ان انا اخرجها من الفريزر مجرد ما تفك احطها في الفيجيتار او البقسماط وعلى التحمير على طول. زي ما قلت لك، حابه بقى تضيفي بيض، حابه تضيفي الحليب، كل دي اضافات ما بتفرقش في الطعم ولا اي حاجه، ولكنها بتزود قيمه غذائيه. تتبيله الاستريبس وهي سهله جدا جدا: ميه متلجه، كركم، كاري، بابريكا، كمون، كزبره، فلفل اسود، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر. وزي ما قلت لكم، اساسي مع اي تتبيله فراخ رشه جنزبيل. البهارات اللي موجوده عندنا: التوم البودر، بصل البودر، كركم، كاري، بابريكا، رشه من بهارات الفراخ او السبع بهارات. وكده بقى معانا اسهل واسرع تتبيله ستريبس. هتخرجيه من التتبيله دي على الكفر، حابه تزودي الكفر هترجعي لي التتبيله تاني وتنزليه في الدقيق. بصوابع ايديكي كده هتلاقيه في كل التعريجات، وزي الستريبس الجاهز واجمل. تتبيله بسيطه كده للشيش طاووق: معلقتين من الزبادي صغيرين، معلقه من المستردة، ولو مش موجوده عندك مفيش مشكله، استعملي كركم وكاري، فلفل اسود، كمون، كزبره، برضو رشه كده صغيره من البابريكا. الحاجات دي لنص كيلو يا بنات من الشيش طاووق. الملح، الليمون، معلقه خل لو هتعمليها في نفس اليوم، ما تضيفيش خل لو هتفرزي، عصير ليمونه كبيره كده، ومعلقتين كبار من الزيت. وبقى معاكي اسهل تتبيله للشيش طاووق. الاساسي بتاعنا يا بنات: معلقه الزبادي والكركم والكاري والبابريكا، توم باودر، بصل باودر، كمون، كزبره، فلفل اسود، وكلها رشات بسيطه. المستردة بتدي طعم جميل جدا للتتبيله، بس لو مش موجوده عندك مفيش مشكله. وبكده بقى معانا اسهل تتبيله للشيش طاووق، وطعمها بيكون جميل جدا وزي الجاهزه يا بنات. تعالوا بقى نشوف كمية الفراخ اللي متبقية عندنا. انا هوزن هنا كيلو من الفراخ يا بنات، بحيث ان انا عايزة اعمل وصفتين بنفس التتبيلة تقريبا. فطلعت بقى الاوراق اللي انا خليتها قطعتها، وباقي الصدور اللي كانت موجودة معايا قطعتها، وعملت كمية كده ما شاء الله. زي ما بقولك، الفراخ طول ما بتكون كبيرة بتديكي مجال ان انت تعملي وجبات كتير او وصفات كتير. على فكرة انا كان ممكن اطلع وصفات اكتر من كده لو انا كترت البدايل او اللي هي الحاجات اللي بتزود الكمية. انا معايا هنا حبايتين بطاطس كبار، 3 4 حبايات بصل كده وسط، قرنين من الفلفل، فصين 3 من الثوم، وهفرمهم يا بنات مع بعض. تمام يا امارات، هنعمل كفتة الفراخ بأسهل طريقة. كمان فلفل ألوان لو متوفر عندك، مش متوفر عندك استعملي فلفل أحمر عادي، بيدي لون جميل جدا للكفتة. فرمي كل الحاجات دي مع بعضها، الخضار ده مع بعضه، نعميه كويس جدا، وبعد كده صفيه. مش عايزين أي مية، بحيث إن الكفتة تكون متماسكة معانا، وما يعني تضطريش تضيفي عليها إضافات كتير تخليها تتماسك، فالطعم بتاعها بيغير. هفرم بقى كمية الفراخ بتاعتي، وهي كانت كيلو بالظبط على الميزان يا بنات. هعمل كل نص كيلو في وصفة، ولكن بنفس التتبيلة بتاعت البطاطس والبصل والفلفل. نضيف اضافات تانية كده لكل وصفة لوحدها، بحيث ان هي برضو تضاعف الكمية. انزلي بقى بالخلطة بتاعتك كده على الفراخ بعد ما فرمتيها،
هنزل بمعلقة واحدة من البقسماط، كمون، بابريكا، كزبرة، فلفل اسود، بهارات فراخ. وهضيف يا بنات بهارات كفتة، اللي هي الكفتة بتاعت اللحمة، كمان بتخلي الطعم ممتاز جدا. كده معاكي اسهل كفتة فراخ ممكن تاكليها او ممكن تحضريها. قسمت الكمية لجزئين، جزء هنزل عليه بمعلقتين كبار كمان كده من البقسماط، وهبدأ اقلبه كويس. طبعا ضفنا الملح، ضفنا البهارات بتاعتنا. هنحضر الفراخ الناجتس بأسهل طريقة في صينية كده، وحط فيها كيس تلاجة بحيث ان لما نيجي نخرجها من الفريزر تطلع معانا بسهولة. وافردي الفراخ في قلبها وشكليها بقى التشكيلة اللي تعجبك، مكعبات، صوابع، زي ما تحبي. كمان ممكن تشكليها على ايدك، كمان ممكن تحضريها عادي صوابع عادي وتحمريها ككفتة عادية. كمان الخلطة دي تنفع تعملي منها البرجر. ضيفي بس شوية كده من بهارات البرجر وهتبقى معاكي احلى واجمل برجر. بتنفع في حاجات كتير جدا، وطعمها ما شاء الله اللهم بارك ممتاز. احنا كده يا بنات كمية الفراخ لو نص كيلو، فاحنا ضايفين عليها اضافات حوالي نص كيلو كمان، ويمكن اقل. فكل ما كانت الاضافات اقل من كمية الفراخ بيكون افضل، والطعم بيكون افضل. انا شكلتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهدخلها الفريزر يا بنات حوالي نص ساعة. تاني كمية بقى برضو هي نص كيلو، نزلت عليها بحوالي نص كوباية كده من الفول الصويا، نقعاه في مية مغلية حوالي 5 دقايق ومصفياه كويس جدا. هنزل عليهم بعودين كده من الكزبرة، وهديهم تنعيمة كده او فرمة سريعة في الكبة كمان مرة، بحيث ان المكونات كلها تتداخل في بعضها. هنا بقى هضيف معلقة من الكربوناتو او البيكنج باودر، وهقلب الخليط معاه. انا هعمل دي بقى يا بنات كفتة. طب لو عندك بقى وعايزة تعلي التست كده والطعم غير بهارات الكفتة اللي احنا مستعملينها، وكفتة لحمة مش كفتة فراخ، بتفرق جدا في الطعم. لو عندك كده قطعة دهن، ابشريه واضربيه في الكبة مع الخليط ده، بيخلي يعني بيودي الطعم في حتة تانية خالص. بس للأسف أنا الزهايمر كان شغال معايا، واليوم كان طويل وشغل كتير ونسيت. شكلتها كده على المسن بتاع السكاكين يا بنات، بحيث يبقى فيها فراغ. هطلعها من الفريزر، مجرد ما تفك هتحمريها على البوتاجاز، هتحطيها في الفرن، هتشويها على الجريلا شغالة معاكي في اي حاجة، وطعمها بيكون جميل جدا. كمان هدخلها الفريزر حوالي نص ساعة. تعالوا بقى نحضر تتبيلة شاورما. معلقة من الزبادي على معلقة من المستردة، وشوية بهارات، بصل بودر، توم بودر، كمون، كزبرة، بابريكا، بهارات فراخ، عصير ليمون. وفي كل التتبيلات بتاعتنا يا بنات لو هتفرزي ما تضيفيش خل. الفترة اللي الفراخ هتقعد فيها في التتبيلة كفيلة ان هي تتبلها بسرعة. وانا زودت معلقة كده من الكركم. وانزلي بقى بقطع الشاورما بتاعتنا القمر. طبعا ما تنسيش الملح في كل التتبيلات، والملح وانت بتضيفيه يكون حاجة بسيطة، يعني اقل من العادي. كده بقى معانا اسهل تتبيلة شاورما. تعالوا بقى نحضر تتبيلة سهلة وبسيطة كده للدبابيس والاجنحة ولكل حاجة. معلقتين زبادي، معلقتين كاتشب، معلقة مستردة، وعشان المزازة كده معلقة صغيرة من الصويا صوص ودبس الرمان، البابريكا، الكمون، الفلفل الاسود. واساسي معانا في كل التتبيلات رشه من الجنزبيل يا بنات، توم باودر، بصل باودر، بهاراتك كلها يا ست الكل. وزي ما قلتلك لو عندك بهارات للمشاوي فضيفي، بتغنيكي بقى عن الحبهان المطحون، وبيبقى فيها الورق اللوري، وبيبقى فيها كل حاجه. فانا عندي بهارات مشاوي، بنزل بمعلقه كبيره كده يا بنات، وعصير الليمون، وخلاص كده. هنجيب بقى الدبابيس بتاعه ال3 فراخ، طبعا كنا شايلين منهم ورك كامل وقطعه كده، الاجنحه بتاعه 3 فراخ، وكمان الرقب بتاعتهم. كميه ما شاء الله اللهم بارك، لو انتوا عيله هتكفي وتوفي، ولو انتوا 3 افراد زينا كده كمان تتاكل على وجبتين مشبعه وزي الفل. ما تنسيش كمان معلقه زيت كبيره لكل التتبيلات بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف باقي الكمية اللي متبقية معانا من الهردة كلها يا بنات. هوزنها على الميزان وعلى أساسها هقرر. يعني كانوا حوالي 400 جرام، داخلين على نص كيلو إلا كام جرام كده، إلا 50 جرام. فمعايا هنا دقيق رز أنا محضراه في البيت يا بنات، مش شارياه. هقول لكم الطريقة واحنا شغالين. هنفرم الفراخ بتاعتنا، ومعايا فلفل وكزبرة وبصل وكام فص توم. للنص كيلو فراخ حبايتين بصل، حزمة من الخضرة، فصين 3 كده من التوم، قرنين من الفلفل. دي الرز انا بعمله ازاي يا بنات. بغسل الرز كويس جدا وبصفيه كويس جدا، وبفرده على مصفى لحد ما ينشف تماما، وبعد كده بفرمه في المطحنه.
بس عشان تاخدي النتيجة اللي انت شايفاها دي مش الكبة دي، لأ المطحنة العادية بتاع البهارات. فرمت بقى الخضار مع الرز مع كل حاجة مع الفراخ، وهارجع اديلهم لفة سريعة كده في الكبة. وبقى معانا كفتة الرز سهلة وسريعة وبالجمال اللي انتوا شايفينه ده. لو حضرتيها بنص كيلو، نص كيلو الفراخ اخد نص كيلو من الرز المطحون. تمام يا بنات. يعني انا كنت طحنة كيلو من الرز وقسمته لجزئين، لفيتهم في الكبة لتاني مرة يا بنات لفة سريعة عشان المكونات كلها تمتزج مع بعضها كويس جدا. وده الشكل النهائي. هستعمل برضو يا بنات مع الكفتة دي بهارات الكفتة بتاعت اللحمة، بانسي بقى طعم الفراخ ده بتديكي طعم جميل جدا. والبهارات بتاعتك بقى كمون ملح فلفل اسود، 7 بهارات، حاجات بسيطة كده يا بنات. انا في الاساس لما بكون عاملة كمية كبيرة ما ببهرش ولا بضيف الملح غير وانا راح استعملها، بحيث ان انا ممكن استعملها قرص او كفتة من اللي هي بتاعة الرز اللي هي بتاعة الصلصة اللي بتتعمل مع بطاطس، وعامة يعني بتتعمل في صلصة كده، فما بحبش اشكلها عشان حسب ظروفها في الوقت ده. يا اما هعملها قرص جنب اكلة يعني اكلة مميزة، او هطلعها كده في يوم ما فيش حاجة او محتارة اعمل غدا ايه، اعملها صوابع مع شوية بطاطس وبتبقى طعمها جميل جدا. هنا بقى المفروض ان انا كنت اجيب اللي هو الكريسبي بتاع الناجتس يا بنات، بس للاسف لقيت بنتي جايبالي الخلطة دي زي الفيجيتار. فانا طلعت الناجتس بتاعي كده من الفريزر وفصصته، هسيبه يفك شوية يا بنات بحيث ان يعني في الفترة في الفريزر فضل حوالي ساعة. المفروض ان انا بجيب لها خلطة الناجتس، بس للاسف ده اللي كان متوفر، فهسيبها على جنب تفك شوية يا بنات وبعدين هنشوف هنعمل معاها ايه. قطع الستريبس بتاعتنا هسيبها كده بالتتبيله بتاعتها في الفريزر، اطلع الدقيق على التحمير على طول. يعني حاولت اسهل على نفسي الدنيا عشان الفيديو كان هيطول اكتر من كده، والوقفه في المطبخ كانت هتطول اكتر من كده. البانيه كمان يا بنات هفرزه بالتتبيله بتاعته بالشكل ده، بحيث ان انا اخرجه من الفريزر على الفيجيتار او على البقسماط وعلى الزيت على طول. حابه بقى يعني حابه في الوقت ده كمان او بعد التتبيله دي تطلعيه على البقسماط وتفرزيه بالبقسماط بتاعته، عادي برضو مفيش اي مشكله. ما شاء الله التلات فرخات عملوا معانا كميه مصنعات كتير جدا. الكفته بعد ما طلعت من الفريزر كده انا بدخلها الفريزر يا بنات بحيث بقى احطها في الاطباق، يعني تبقى لسه متماسكه كده وزي ما هي، مفيش طبق يجي عليها فتلاقيها نزلت لتحت او اتفردت، لا صوابع كده زي ما هي. برضو الكميه دي ممكن تكفي. انا قسمتها على طبقين، الطبق ممكن يكفي 3 افراد او 4 افراد بالحب كده. الكميات والعدد وكل الحاجات دي بتبقى حسب عدد اسرتك وحسب الميزانيه بتاعتك. ما شاء الله الصوابع دي برضو تطلعيها تدخليها الفرن تحمريها في زيت بتكون ممتازة جدا. الدبابيس بقى بالقطعة بتاعة الورك بكل حاجة، الفراخ طول ما بتبقى كبيرة تقدري تعملي الدبوسة مناب والقطعة بتاعتها دي مناب. انا هعمل منابات ل3 افراد وبعد كده بقى هزود الاجنحة والرقب وكل حاجة في نفس الطبق. ما شاء الله عملت معانا طبقين كده يعني وجبتين في يومين كده، ما تشيليش هم اي حاجة، تخرجيهم تحطيهم في صينية وعلى الفرن، هتطلع معاكي احلى فراخ مشوية بتتبيلة بسيطة جدا وطعمها بيكون مميز. قطع الشاورما كمان بتتبيلتها القطع بتاعة الشيش طاووق هتطلعيها من الفرن تقطعي عليها الفلفل وتحطها في صينية او تحطيها في الاعواد الخشب، هتسويها بقى في الفرن على البوتاجاز شغالة معاكي في اي حاجة. والشاورما بنفس الطريقة الاتنين نفس الشكل يا بنات، ولكن الطعم بيكون مختلف. دي الفرخة اللي كانت كيلو 400 جرام قطعتها كده وعملت لها تتبيلة كنتاكي نفس التتبيلة بتاع الفراخ الستريبس، نفس البهارات ونفس كل حاجة يا بنات. وبتطلعيها تعملي لها الكفر بتاع الدقيق وتحمريها في الزيت. الهردة بقى اللي طلعت مننا كلها تعمليها حشوة بيتزا، تعمليها على الصاج المكرونة، تعملي بقى مكرونة شغالة معاكي وزي الفل. الناجتس بقى حاولت ان انا اجيب الكفر بتاعه، فطبعا ما كانش مسموح يعني او ما عرفتش، فهقلبه كده في الفيجيتار. وبعد كده ان شاء الله ممكن لما يطلع من الفريزر احمره بالطريقة دي او اجيب له برضو الخلطة بتاعته. وبكده نكون معانا 16 وجبة من 3 فرخات، ال17 بتاعتهم وجبة الكنتاكي. ما شاء الله كلها وجبات كبيرة تكفي فردين وتلاتة واربعة بالحب كده زي ما بقول لكم. سموا الله وصلوا على الرسول واعملوا الحاجة كده بنفس راضية، هتلاقي فيها كلها خير وبركة.
وطبعًا الفراخ دي إحنا مربيينها بإيدينا، حاجة نضيفة كده، أكل بيتي زي الفل. عارفين كل حاجة معمولة إزاي، غاسلين الفراخ بتاعتنا مرة و2 و3. غلفت الفراخ بتاعتي يا بنات بالورق الاسترتش. لو مش موجود عندك ورق استرتش فممكن تستعملي أكياس التلاجة أو تدخلي أطباق الفويل في أكياس التلاجة. باحب أكتب على كل حاجة كده هي إيه، بحيث إن أنا ما اتلخبطش وأبقى عارفة الطبق ده جواه إيه. وطبعًا رغم كل التعب اللي في الفيديو بس المنظر النهائي ده بيريح القلب والنفسية. فبالله عليكم دعوة حلوة كده من القلب وما تستخسروش اللايك، حطوا اللايك يا بنات، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة يا أحلى اخوات وقلبي مني ليكم.